من الشائعات كما تعرض حزب النور. وأعتقد أن سبب ذلك هو مواقف الحزب المستقلة الثابتة التي لا يتبع فيها أحدا ولا يريد من ورائها جزاء ولا شكورا من أحد إلا من الله سبحانه وتعالى. ولكن كانت قرارات حزب النور من أول ما دخل الحياة السياسية كانت نافعة وتتطور بإذن الله تعالى من عقائده أو من عقيدته ومبادئه وثوابته، متوخيا فيها مصالح البلاد والعباد منضبطة بالضوابط الشرعية التي تربينا عليها. وكذلك كانت قرارات حزب النور منطلقة من قراءة صحيحة وعميقة للواقع. وسيظل حزب النور إن شاء الله مستمرا في هذا الطريق مبتغيا وجه الله سبحانه وتعالى، متوخيا الصالح العام للشعب المصري، منحازا دائما للشعب، معلنا مصالح هذه الأمة، غير آبه ولا عابد بما يقال وبما يحاب وبما يشاع حوله من أكاذيب وأباطيل. وثبت صدق مواقف حزب النور من أول ما بدأ الحياة السياسية بفضل الله سبحانه وتعالى. كل مواقف الحزب ثبت صحتها وصدقها بعد ذلك. هنبدأ معكم يعني سلسلة كده سريعة من المواقف مرورا من الأحداث بعد ثورة 25 يناير، وعندما فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية. كان موقف حزب النور واضحا أن هذه المرحلة لا تحتمل أبدا مرشحا إسلاميا ينتمي إلى تيار إسلامي. وكانت يعني نظرتنا لهذا الأمر أن البلد في حالة من الاحتقان بالتجاذب السياسي، حالة من الارتباك، لسه ما فيش ثقة بين الناس وبين بعضهم، ما زال الشعب متوجسا من التيارات الإسلامية. فاعتلاء واحد إسلامي أو رئيس إسلامي ينتمي إلى فصيل إسلامي هيزيد من حالة الاحتقان والانقسام والاحترار في الشارع. وما توقعناه حدث، ولو استجاب إلينا الآخرون